تتحدى أي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. عشانك انت تتحدى اي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها. ولادها قد المسؤولية ومخلصين، واجب علينا كل واحد مننا يخاف عليها وبما يرضي ربنا، نخلص لها هيعود علينا كل ده. هي الأمانة لأرضها مطمنين. عاوزين البلد تبقى كويسه وتهدى كده وكل المصالح تتقضى لله الاول، مش المصالح الشخصيه. المصالح الشخصيه لا، مصالح عامه للبلد. كل المصالح عامه للبلد عاوزين نعملوها، مش عاوزين اي مشاكل مع اي حد. البلد كلها يد واحده، كلنا يد واحده على السراء والضراء. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. احب اولا اعرفكم بشخصي، اخوكم احمد حسن زياده من قريه ابو غالب. ان شاء الله اكون عضو في حركه مصر شعب واحد، ودي حركه في الاساس تقوم على لم الشمل بين جميع اله ابو غالب وبين شباب ابو غالب واهل ابو غالب كلهم. الحركه دي حركه ان شاء الله نأمل انها تكون حركه متميزه تقود ابو غالب لنقله ممتازه على سبيل الخدمات وتنقلها ان شاء الله في ربوع مصر كلها بعد كده. ده هدفنا الاساسي، ان احنا ننشر الحب والتسامح بين اهل القريه اولا، ثم ننتقل به الى مصر كلها زي ما قلت. الحركة إن شاء الله فيها ناس محترمة جدا، فيها ناس تسعى للصالح العام بلا هدف شخصي. أتمنى من كل الشباب أنهم يستمعوا للحركة، لأعضاء الحركة، ونسيبنا بقى من العصبيات والقبليات، وده ابن مين وده قريب مين وده صاحب مين. النهارده احنا شايفين طبعا مصر في مرحله خطره، ما كناش نتوحد في كل مكان على كلمه واحده، فممكن مصر لا قدر الله يروح بها حاجه. فانا بدعو شباب ابو غالب جميعا وكل ان شاء الله اللي يستمع للفيديو او يستمع لاي عضو من اعضاء حركه مصر شعب واحد انهم يحطوا في حسبانهم. حتى انا لو مش هقدر افيدك فانا مش هقدر اضرك، اسمع لي، ولو عجبك كلامنا كان بها، ما عجبكش كلامنا احنا مش هنضرك في حاجه. واتمنى ان شاء الله ان يكون حركه خدميه خدمه الغالب وخدمه مصر كلها باذن الله. وفق الله كل من شارك معنا، وكل من لم يشارك وفقه الله في مجاله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا اخوانا ان احنا كلنا بندور على مصالح البلد، ما ندورش على مصالح فرديه. ما في ناس بتحاول تعاكس المصالح الجماعيه بتاعت البلد، فاحنا مش عاوزين الحاجات دي، احنا عاوزين نكون نتفقوا مع بعض. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله حركه شعب مصر واحد ان شاء الله تعمل خير للبلد، واتمنى ان كل الناس تدخل فيها، لان انا شايف ان هي بتعمل حاجات خير بس يعني، وبعيده طبعا عن السياسه والحوارات دي كلها. وكلنا ننهض ان شاء الله بابو غالب، والهدف كله ان احنا نسعى الى
مجهود ابو غالب وكلنا ايد واحده ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد العزيز عبد التواب من قرية أبو غالب. أتمنى لهذا البلد أن تكون في أحسن حال، والناس بتوعها يكونوا كويسين ويجتمعوا على قلب رجل واحد، ويكونوا يعني ناس وفي يعني تكون ناس تقوم على خدمة البلد، وفي خدمات في البلد مطلوبة، يعني بلاش الخدمات الشخصية أو الخدمات، يعني خدمات عامة للبلد. يعني احنا عايزين خدمات عامة للبلد، لا للمصالح الشخصية. يعني عايزين الناس تقوم فعلا على المصالح العامة لهذا البلد. وأتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى لكم التوفيق للجميع الناس الكويسة في البلد اللي تقوم على خدمة البلد. أنا اسمي أشرف سلامة من أبو غالب، مدرس، وأحب إن تكون بلدي إن شاء الله في أحسن صورة بإذن الله، وإن ربنا يعين الرئيس القادم إن هو يحقق مطالب الشعب ويهتم بالمدرسين، لأن المدرسين هم اللي بيطلعوا كل المهندسين والأطباء وكل حاجة، ولكن حقهم في الدولة أقل من غفير في بنك مثلا، من الناحية المادية أو من جميع النواحي. فأتمنى إن هم يهتموا بالتعليم وبالصحة، لأن دول أساس أي مجتمع في أي دولة في العالم. وربنا يوفق الرئيس القادم إن شاء الله. وأتمنى لأبو غالب قريتي إن هي أشوفها أحسن بلد إن شاء الله، وإن جميع المشروعات والخدمات اللي تكون في المدن تتوفر في قريتنا إن شاء الله، سواء من صرف صحي أو اهتمام بالمستشفى القروي، المستشفى اللي هي مبنى فقط ولكن خالي من كل الخدمات الصحية. يعني يعتبر تحولت من مستشفى إلى مركز تنظيم الأسرة، مع إن فيها كل الإمكانيات اللي تخليها تعمل عمليات، تقوم بإجراء عمليات، ولكن ينقصها الأطباء والأدوية. وربنا ييسر إن شاء الله الحال، وتكون بلدنا من أحسن البلاد في العالم كله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي كريم عبد الرازق الجملاوي من ابو غالب، قريه ابو غالب، مركز امبابه. نفسي اشوف كل العائلات ايد واحده ومتجمعه في الخير، وكلهم همهم على بلدهم، وان بلدنا تبقى انظف بلد في مستوى الجمهوريه. رمضان عبد الونيس سكر. بعد انضمامي لحركه مصر شعب واحد، وده الحركه ديت انا اتعلمت فيها حاجات انا ما اتعلمتهاش خالص، لان انا عمري ما اشتغلت عمل عام، واول مره احاول ان انا اشتغل عمل عام، وبتعلم من الناس اللي موجوده في الحركه، شخصيات محترمه وبني ادمين على خلق ولا غبار عليهم جميعا. بدعو الناس والشباب، شباب بلدنا، ان السلبيه بقت زياده عن اللزوم في البلد، وعايزين نقلل السلبيه دي ونحاول نجرب من بعض. لما نجرب من بعض ونتجمع على مصلحه البلد، هي الحاجه الوحيده اللي هتقدر تجمعنا. السياسه بتفرج الناس، والمصلحه العامه بتجمع الناس، فاحنا عايزين نتجمع او نجمع بعض كلنا على مصلحه واحده، وهي مصلحه ابو غالب. الكلمه الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها دايما هي كلمه ابو غالب. بلدنا لو اتعادلت لينا هتعادل لينا ولاولادنا. اولادنا محتاجين حاجات كتير تتعمل لهم في المستقبل في الايام اللي جايه، فاحنا بنحاول نعمل ارضيه من دلوقتي، ومعنا ناس الحمد لله بفضل الله مستعده انها تساعد معانا وتتحرك معانا في انها تساعد البلد انها تنهض شويه وتتعادل في حالها. وما نستعجلش على بعض، يعني الامور ما بتتمش في يوم وليله. البلد حالها او كلها مصر عموما الحال تعبان اقتصاديا، فما نستعجلش، كل شيء بالراحه، كل حاجه واحده واحده او بخطوات متتاليه هتتعمل، واهم حاجه نبقى ايد واحده عشان نعدل من بلدنا ومصر. اتمنى ان البلد تكون احسن بلد ابو غالب، والناس تكون يد واحده وما فيش خلافات بينهم، والبلد تبقى حلوه، كل حاجه تمشي سليم، بس ما فيش سلبيات.
لا تبقى كويسة يعني إن شاء الله، وربنا يوفق اللي يعمل الخير إن شاء الله. عبد السلام المصري، قرية أبو غالب. يشرفني أن أكون عضو في حركة مصر شعب واحد. يوم عن يوم بتثبت الحركة صدق المبادئ اللي أسست من أجلها. أول هذه المبادئ هي نبذ العنف والمصالحة ولم الشمل، ولا مجال للعمل السياسي داخل الحركة. كل يوم بيعدي كل ما بيزداد عمل الحركة في هذين وفي هاتين الدعامتين أو المبدئين الأساسيين للحركة. وبناء على ذلك بدأ عدد أعضاء الحركة يزيد. الزيادة الحمد لله بفضل الله بتيجي من الشباب اللي هو لسه سنه صغير، لسه قدامه المستقبل. فمن هذا المنطلق أعيد ما بدأته في أول مؤتمر أو في أول لقاء مع الحركة اللي عقد في الوحدة المحلية، أن هذه الحركة ليست سياسية وإنما هي تهدف إلى الصالح العام ومن الشمل والمصالحة. وأثبتت الحركة منذ نشأتها حتى اليوم أنها حركة خدمية وقدمت العديد من الخدمات الكل يعلمها، وما زال في جوهرتها الكثير، وما زالت تتمسك بأنه لا مجال للسياسة داخل الحركة، وكلنا نسير على هذا المبدأ، وكل منا له اتجاهاته السياسية ولكن خارج الحركة. بهذا المنطلق بدأوا أهالي أبو غالب وخاصة الشباب بالانضمام إلى هذه الحركة التي تهدف إلى الصالح العام وتتنصل من الصالح الخاص. أنا محمد أحمد عبد المولى، بتمنى قرية أبو غالب تكون أحسن قرية على مستوى قرى مصر كلها، بفكرها وبتعليمها وبثقافتها تكون أحسن ثقافة، وأتمنى يكون أحسن نمو فكري واجتماعي وثقافي لشباب أبو غالب، وأتمنى أبو غالب. محمد عبد الباسط عز الدين. والله حركة جميلة جدا يا أستاذ سعيد، وبتنمو لأهداف كويسة لخدمة البلد وأهالي البلد والناس الغلابة اللي فيها. وأنا اللي أنا أعرفه من الحركة يعني وأسمع عنها إن هي بتنتميش لأي جهة سياسية ولا الفرد بشخص ولا بذاته، ولكن هي بتنتمي لخدمة البلد، لخدمة أبو غالب. وهي دي الحاجة الحلوة اللي احنا كان نفسنا نلاقيها من زمان، نلاقيها من حد كويس بيدور على مصلحة البلد، ما بيدورش على مصلحة نفسه ولا مصلحة شخص معين ولا صورة معينة في البلد ولا شخصية ولا شخصية معينة عامة يعني. والله المفروض الشباب كلها تجتمع وتتجمع، لأن الخدمة خدمة عامة وليست خدمة شخصية لأي فرد في البلد، أما هي خدمة عامة للبلد بحالها. فاحنا عايزين الشباب كلها تجتمع وتبقى ايد واحدة، لأن الشباب هم المستقبل، واحنا بايدينا احنا اللي بنبني كل حاجة كويسة للبلد. وأول حاجة الشباب ما لهمش هدف شخصي، هيبقى هدف عام. فيا ريت الشباب كلها المفروض كلها تتجمع وتبقى مع بعضها ايد واحدة، عشان الشباب هي اللي بتحرك، لأن الشباب هي اللي عملت ثورة 25 يناير، واللي عملت الثورة، وهي اللي غيرت مصر بحالها. فالشباب لهم دور كبير في أي حاجة، أيا كان حركة أو أي حاجة في الدنيا بحالها، الشباب هم لهم الفضل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. محمود رمضان، أنا شاب عندي 30 سنة من قرية أبو غالب، وكان لي أسباب كتيرة في البداية إن أنا أحب أقول إن أنا انضميت للحركة واقتنعت بالفكرة إن أنا يعني الحركة نزعت فتيل الأزمة في أبو غالب. مصر كلها والبيوت كلها داخل الأسرة الواحدة الناس منقسمين وفي انقسام في المجتمع كله. الحركة تدعو إلى نبذ العنف ونبذ الشر. ابتدينا نقتنع بأفكار الحركة بالحضور فعلا، إن أنا حضرت ولقيت الناس دي في تجرد من أي مطامع شخصية وأي أهداف سياسية في ناس موجودين داخل الحركة. وأعظم شيء في الحركة إن الناس كلها بتضم كل الأطياف، وكل واحد ليه اتجاهاته السياسية وميوله السياسية وميوله الفكرية مختلف عن التاني خالص. داخل الحركة الكل بيتوحد من أجل خدمة ورفعة القرية والنهوض بمستوى الخدمات. فأنا بدعو الشباب يجوا ويسمعوا، ما بنفرضوش عليكم رأينا إن الحركة كويسة. تعالى احضر واحكم بنفسك وشوف الناس بتتكلم في ايه
واهدافها ايه، وانت الراي متروك سواء ان انت هتنضم او مش هتنضم، بس حرام تفوت فرصه على نفسك او على غيرك ان انت تحضر وتسمع وتشارك. جرب مره ان انت تكون سبب في سعاده انسان او في خدمه حد، ده شيء عظيم، وده اجل حاجه الانسان ممكن يوصل لها، انه يساعد حد او يرسم ابتسامه على وش حد او يساعد ضعيف. فالحركه اهدافها كلها ان شاء الله باذن الله ان هي تساعد الناس ولم الشمل، لان بالمحبه ولم الشمل كله والله حياه تتحقق وتبقى كويسه. لو اخلصنا ببعضنا هنبقى كويسين، كل مشاكلنا هنقضوا عليها ان شاء الله باذن الله. فانا بعلن انضمامي وبكل قواي سواء العقليه او الجسديه او البدنيه او ان انا تحت امر البلد في اي حاجه، بعلن انضمامي للحركه ويشرفني انضمامي للحركه. بسم الله الرحمن الرحيم. يحيى ابراهيم يوسف الفلاح. انا بتمنى ان كل عائلات ابو غالب تبقى كلها ايد واحده، والناس كلها تتجمع على الخير، والناس يبقى همها على مصلحه البلد، وكل يبقى همه على مصلحه البلد ويقدم مصلحه البلد اهم حاجه. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير، عشانك انت اتحدى اي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير، من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها، ولادها قد المسؤولية ومخلصين، واجب علينا كل واحد مننا يخاف عليها وبما يرضي ربنا، نخلص لها غير علينا كل، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير، من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها، ولادها قد المسؤولية ومخلصين، واجب علينا